شكرا لكم. بالتأكيد اليوم المباراة والجمهور العراقي بأمس الحاجة لفوز عراقي يذهب بالمنتخب العراقي إلى المونديال. الكل يتحدث عن هذه المباراة، ودائما نقول بأن الجمهور العراقي واعي تماما لأهمية هذه المباراة، ومثل ما قلتم ومثل ما تحدث الجميع بأن هناك صمت إعلامي بالبرامج التلفزيونية وتفاصيل دقيقة جدا تؤدي إلى فوز الفريق. هكذا وصفها الجمهور، وحتى إن كانت هناك أخطاء في المباراة السابقة الجمهور لم يتناول أي أخطاء، بالتأكيد كان داعم. اليوم معي هنا في مول المنصور في العاصمة بغداد مجموعة من الجماهير العراقية ومن الشباب اللي يهمهم فوز المنتخب العراقي في مباراة الغد حتى يروح الفريق إلى المونديال القادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالتأكيد الجمهور العراقي شاهد المباراة الأولى أمام المنتخب الأندونيسي والمنتخب حقق المراد. نعم. شلون نشوف حظوظ المنتخب في مباراة الغد مع المنتخب السعودي، وما هي الثقة اللي عندك بالمنتخب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نشكر برنامج المجلس ونشكر قناة الكاس. مباراتنا غدا أمام المنتخب السعودي أصعب مباراة قد تمر على العراق منذ تأهل العراق لآخر مرة في كأس العالم في مونديال 86. صح. نعم. المنتخب العراقي بأمس الحاجة إلى هذا الفوز. طبعا هي مو مباراة سهلة بالأراضي السعودية ضد منتخب أبد مو سهل، منتخب مطور يمتلك دوري روشن من الدوريات الخمسة الكبرى على مستوى العالم. أحب أوجه تكلمنا عن المباراة. أشوف باكر انه الكابتن او مدربنا ارنولد ينزل بتشكيله بها ثقه، يتجنب الاخطاء اللي ارتكبها بذيك المباراه. اتمنى انه اللاعبين يشوفون الجمهور العراقي والشعب العراقي يعني بصوره انه شعب محتاج فرحه، لا ترتكب اخطاء. نحب نوجه رساله الى الكباتن الموجودين اللي هم من الرواد بالمنتخب، كابتن بشار السن وكابتن ابراهيم بايش، ابتعدوا عن اخطاء ذيك المباراه، وان شاء الله فالكم التوفيق. شكرا. المنتخب العراقي محتاج فرحه ولا تنسون. شكرا جزيلا لك. وايضا عندنا الاخوان. السلام عليكم. شلونك كابتن؟ شلون نشوف هذا المنتخب في مباراه الغد؟ يعني ان شاء الله احنا نتمنى الخير، كل الخير والتوفيق للمنتخب. نتمنى الابتعاد عن الظهور الاعلامي، نتمنى الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا اللي هو عيب. اتمنى انهم يركزون على المباراه، بالاخير اي شيء ممكن يطلعهم من جو المباراه نتمنى يعوفوا على صفحه، يركزون ويا المنتخب، يركزون ويا الشعب اللي منتظر فرحتهم، وهذا اللي نتمناه. شكرا جزيلا. استاذ اتيلا الاغا اعلامي عراقي، السلام عليكم. عليكم السلام. مباراه الغد مباراه مهمه بالنسبه للجميع، اعلاميين، فنانين، الكل بانتظار هذه المباراه. شلون نشوف هذا الفريق باكر؟ بالبدايه احنا كلنا مؤازرين لمنتخبنا الوطني، ويعني فوزنا ممكن جدا. صحيح احنا نلعب في ارض غير ارضنا، نلعب بالسعوديه ويا المنتخب السعودي، لكن منتخب هذا يطبق على الجميع، لكن العراقيين مختلفين. انت هذا الجمهور اعتبره كله وياك هناك بالسعوديه يآزرك، وماكو داعي انه نروح لملحق ونخاطر وهذا الموضوع، انما نفضها باكر، وممكن نفضها باكر. عندنا امكانيات، عندنا ابطال ومحترفين، والعراق مسويها كذا مره، واعتقد الفتره الزمنيه مساعده جدا. تاهلنا بال 86، نتاهل بال 2026، ممكن جدا انه نحقق نصر، نفوز ونفرح هذا الشعب اللي يستحق هذا الفوز. واعتقد ان المنتخب ما قصر بالسابق، الاخطاء هذه نعوف على صفحه، قالوا نعوف مواقع التواصل الاجتماعي تحكي علينا، عفناهم ولا نحكي، فقط واقفين وياهم ونآزرهم، والامكانيات موجوده والمحترفين موجودين. ان شاء الله الفوز للعراق باكر. شكرا جزيلا. شكرا استاذ. طبعا السلام عليكم. اخر متحدث، شلون نشوف هذا المنتخب يوم غد؟ والله ان شاء الله احنا نتمنى من الله الفوز ان شاء الله، واحنا مؤازرين بكل قلوبنا وياهم، وان شاء الله يفوز المنتخب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. الجوي اليوم لوق الجويه على صدرك، لكن غدا المنتخب العراقي مو الجويه. ان شاء الله فوز عراقي، فرصه للواعيب كل اللي راح فدوى لكم. باكر اهم مباراه ممكن تلعبوها بتاريخ كره القدم، بتاريخكم انتم، تاهلوا وخلوا شيء لكم، بصمه انكم كلاعبين ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. بالتاكيد طبعا الكل يتفق على ان مباراه الغد بالنسبه للمنتخب العراقي وللعراقيين مباراه مهمه جدا، والكل يؤازر المنتخب مثل ما تحدث الجمهور العراقي من العاصمه بغداد ومن كل مكان. اعود لكم.